المصادر بقت كتير، وطبعا ما بقتش عارف تبدأ ازاي. ما تقلقش، دي مش مشكلتك لوحدك، ودي حاجة انا كنت متوقعها من اول ما سجلت الفيديو بتاع الويب سايت اللي تقدر تتعلم عليها مجال داتا اناليسيس. عارف ان الويب سايت كتير، بس ده بسبب انها بتدعم كذا لغة. في حاجات بتدعم اللغة العربية زي ادراك ورواق، وفي الحاجات التانية بتدعم لغات زي الانجليش، وفي ويب سايت زي يوديمي بيدعم اللغتين. ده حاجة انا كنت متوقعها، ان الويب سايت هتكون كتير والمصادر هتكون كتير وانت ما بقتش عارف تبدأ ازاي. اعرف ان دي مش مشكلتك لوحدك، دي مشكلة جيل كامل. كلنا مشتتين، كلنا بنعمل سوفت بوستس لكل حاجة، كلنا مش عارفين نبدأ ازاي او نقدر ان احنا ناخد الخطوة الاولى ازاي، او كتر المصادر بتخلينا نكسل او بنستصعب الموضوع. اول حاجة هبدأ بيها وهي مقولة عمر بن عبد العزيز لما قال: لو ان الناس كلهم استصعبوا امرا تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين. فانت لما مش كل ما تستصعب حاجة هتسيبها، مش كل حاجة تعمل لها سيف بوستز، مش كل حاجة تقول خلاص هبدأ بعدين. النصيحة الوحيدة اللي أقولك عليها إنك تبدأ، لأن الدنيا دايما صعبة، الدنيا مراحل من الصعوبة. خلينا متفقين على كده، أنت هتعدي الليفل الأول تطلع الليفل التاني وبعد كده الليفل التالت وهكذا. مفيش حاجة اسمها سهلة، الدنيا مراحل من الصعوبة. الدنيا لو سهلة كان كل الناس بدأت في كل حاجة، وكل الناس بقت رجال أعمال دلوقتي وكلها بقت معاها فلوس. ببساطة جدا حاول انك تبدأ، حاول انك تركز انك تبدأ. افهم ان الكورس مش هيديك اكتر من 40%. اهم حاجة انك يعني تذاكر الكورس، بعد كده انك تبراكتس ده اللي هيوصلك لدرجة المهارة المتقنة، اللي انت تقدر ان انت توصل للحاجة اللي انت عاوزها بالظبط، انك تقدر ان انت تتقن المهارة دي. الكورس مش هيديك غير 40%. فانت حاول انك تبدأ ازاي؟ تشوف اي كورس او اي ويب سايت انت بدأت فيه. فلنفترض ان انت حابب الويب سايت اللي هي بالعربي زي ادراك او رواق. ادراك عليها كذا كورس، فانت هتختار من الكذا كورس دول 3 كورسات بس. 3 كورسات بس في خلال تلت ساعة تكون ان انت محدد هتبدأ في اي واحد فيهم. مش هتفرق، مش هتفرق خالص. انت دلوقتي حددت ان انت تبدأ مثلا فنفترض ان احنا هنبدأ علم البيانات او داتا اناليسيز. ففي 3 كورسات بيكلموا في نفس المجال. فانت تدخل على كذا كورس تشوف تقييم كل كورس، تمام، عدد الناس اللي داخلين في الكورس، التعليقات على الكورس، هل المحاضر يناسبك ولا لا، انت حابه او انت شايف نظرا عامه كده انت شايف ان الكورس كويس، خلاص ابدا. دي النصيحة الوحيدة اللي أنا بنصحك بيها، إنك تبدأ. طبعا حد هيطلع يقول لي إزاي أنت بتقول إن كل الكورسات مش مختلفة عن بعض؟ لا، في اختلاف. الاختلاف بيكون في المحاضر الشاطر. المحاضر الشاطر اللي يقدر يوصل لك المعلومة بسهولة، الترتيب بتاعه نفسه، بس كلهم بيشرحوا نفس العلم. انت هو مش هيخترع علم جديد، ده حاجة حابب اوصلها لك. لو بيشرح اكسل، في كذا واحد بيشرح اكسل على اليوتيوب، في كذا واحد بيشرح اكسل على ادراك، في كذا واحد بيشرح اكسل على يوديمي. فانت بتاخد بس الفكره البيزكس اللي هتقدر تحط عليها القواعد الصح عشان تقدر تبني بعد كده كبراكتس. تشوف ارتكلز، تعمل بروجكت كتير سواء اكسل او سيكوال او بايثون او بار بي اي. افهم ان هو مش هيخترع علم، هو الفكره كلها ان المحاضر ده سلس فبيقدر يوصل المعلومه بطريقه سهله. فانت اختار المحاضر اللي انت تستقبله ان انت هتكمل معاه بعد كده، سواء بيشرح مجال علم البيانات كله او بيشرح تول معينه من التولز. فدي حاجه مهمه جدا. افهم ان هو مش هيديك اكتر من 40% وانت عليك الجزء الباقي. حاول ان انت تبدا. النصيحه الاولى والاخيره: ابدا وبعد كده استمر. ملخص الفيديو كله: ابدا واستمر. بس الكورسات مش كل حاجه. الويب سايت تعدد المصادر دي مشكله جيل كامل، مشكله جيلنا كله انه بقى عنده مصادر كتير. ممكن مشكله الجيل اللي قبلينا ان هو ما كانش عنده مصادر بس كان حابب التعليم. دلوقتي جيلنا مش حابب التعليم بس عنده مصادر. يعني هي لفه كده شويه. تمام، بس انت حاول ان انت تبدا وتحط نفسك على اول الطريق، وان شاء الله تكون بدايه خير ليك. يا رب اكون ساعدتك في الفيديو، ولو عجبك الفيديو يا ريت تقول لي. وان شاء الله لو في اي حاجه تانية هقدر اساعدك بيها يا ريت تقول لي في الكومنتات عشان اقدر اعمل عليها فيديوهات. وبالتوفيق ان شاء الله.